ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. انا ندى، اخصائيه مونسوري، ولو اول مره تشوفني دوس لايك، سبسكرايب للشانل. يلا بينا نبدا فيديو جديد. بعتذر جدا 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 عن الفتره اللي فاتت اللي انا ما نزلتش فيها فيديوهات. كان في ضغط امتحانات وكان في ضغط شغل. ده اول سبب. تاني سبب ان احنا جالنا اسئله كتيره جدا 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 عن الكليه وعن المقابله الشخصيه وعن المجموع السنه دي وعن اقسام الكليه. فيديو النهارده عن اولا ايه هي كليه تربيه طفوله وايه الفرق بينها وبين رياض اطفال. اولا، كليه تربيه طفوله هي عباره عن كليه كامله فيها 4 أقسام، وهنا أنا بتكلم عن جامعة المنصورة لأن ده اللي أنا أعرفه. القسم الرابع ما اتفتحش في مصر كلها اللي احنا لسه هنتكلم عنه دلوقتي غير في جامعة المنصورة، عشان محدش يقول لي القسم الرابع ده مش موجود عندنا. فأي كلية تربية طفولة موجودة في أي جامعة في مصر فيها 3 أقسام ما عدا القسم ده. تاني حاجة، ايه الفرق بينها وبين رياض أطفال؟ احنا قلنا إن كلية تربية طفولة هي عبارة عن كلية، ولكن رياض أطفال هي عبارة عن قسم داخل الكليه دي. يعني ايه؟ يعني قسم بيهتم بالطفوله وبتربيه الطفل وبيطلع معلم رياض اطفال. انما كليه تربيه طفوله فهي كليه محتواها للاطفال بس، ايا كان القسم وايا كان المنهج وايا كان هي بتتكلم عن ايه، فهي كل محتواها عن الطفل. ولكن رياض اطفال هو عباره عن قسم جواها. كده احنا وضحنا الفرق. تاني حاجه، ايه الاقسام اللي موجوده في كليه تربيه طفوله؟ لو احنا هنتكلم عن كلية تربية طفولة جامعة المنصورة، فهي أول حاجة فيها قسم رياض أطفال اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده وبتبقى الدراسة فيه بالعربي. تاني حاجة قسم الإنجليش أو القسم المميز، وده بتبقى الدراسة فيه بالإنجليش، نفس محتوى رياض أطفال ولكن بالإنجليش، بحيث اللي عايز يدرس للأطفال إنجليش. تالت قسم هو قسم فئات خاصة أو مميز أو ذوي احتياجات زي ما بنقول عنه، أي اسم من التلاتة فهو القسم التالت. رابع قسم، وده اللي لسه ما اتفتحش غير في جامعة المنصورة، وهو قسم مونتسوري. مونتسوري هو عبارة عن تربية بطريقة حديثة، وده قسم هنتكلم عنه بشكل منفصل في السلسلة الجاية. خلينا نتكلم عن أقسام الكلية دي وبتحتوي عليه. أول حاجة قسم رياض أطفال، هو عبارة عن تعليم أو تدريس الأطفال من سن 3 سنين فيما فوق لحد مثلا أولى ابتدائي، تانية ابتدائي، تالتة ابتدائي، معانا الرينج ده. قسم رياض اطفال بيدرس فيه المواد بالعربي، المدرسين نفسهم بيدرسوا بالعربي، واما بتيجي تدرس للاطفال بتدرس لهم بالعربي. ايه المواد اللي بتبقى عندهم؟ بياخدوا كل المواد اللي بتخص الطفل، زي مثلا اصول التربيه، علم النفس، المواد اللي بتديها للاطفال، ازاي بتدرس للاطفال، ازاي بتاسس حضانه للطفل، ازاي بتعلم الطفل. المنهج بتاعه بتبقى مدرسه تاسيس للاطفال زي ما قلنا من 3 سنين فيما فوق. طيب، القسم الثاني هو القسم الانجليش، وهي نفس القسم الاولاني ولكن بالانجليش، بحيث ان المدرسين اللي عايز تطلع مدرسه رياض اطفال انجليش لكل المواد ده بيبقى في القسم الثاني. ده الفرق بين الاثنين. طب القسم الثالث، القسم الثالث ده لذوي الاحتياجات الخاصه او السبيشال نيد او الفئات الخاصه، وده اللي احنا بنقول عليه مميز. مميز ليه؟ لان هو بيهتم بفئه معينه غير الاطفال التانية. ازاي؟ قسم رياض الاطفال وقسم الانجليش بيهتم بالاطفال العاديين اللي ما فيش عندهم اي مشكله، لا اعاقه بصريه ولا سمعيه ولا اعاقه دماغيه ولا اي نوع من انواع الاعاقه، وبيهتم بالطفل العادي جدا السليم. طيب، قسم السبيشال نيد بيهتم بالطفل السليم، ايوه بيديكي معلومات كتيره جدا عنه، ولكن الاساس فيه هو اهتم بالطفل اللي عنده سبيشال نيد او عنده اعاقه او عنده اي نوع من انواع الاختلاف بالنسبه لزمايله. فده عشان كده بنسميه مميز، لان الاطفال دي بالنسبه لنا مميزه جدا واحنا بنحبهم قد ايه وعارفين ان اختلافهم ده ميزه فيهم مش عيب. رابع قسم هو قسم المنصوري اللي انا فيه، انا الفرقه الرابعه، قسم منصوري، كليه تربيه طفوله جامعه المنصوره. القسم الرابع هو عباره عن دمج للقسمين، ان هو بيعلمك ازاي تتعاملي مع السبيشال نيد بطريقه المنصوري والاطفال العاديه بطريقه المنصوري، وهي عباره عن طريقه حديثه جدا في التعامل مع الاطفال، بعيد عن الحفظ، بعيد عن التلقين. كلها عباره عن ادوات بنستخدمها بطريقه معينه، وفي نفس الوقت بتحاكي الطفل التعليم بالمعايشه، ان انا بخليه يعيش التجربه احسن من انه يحفظها او مستمليها له او ان هو يشوفها من اي مكان او ان هو يردد ورايا. هو ده القسم اللي بيعتمد عليه مونتسوري.
حاجه من اكتر الاسئله اللي جات لي المصاريف يعني ايه اختلاف الاسعار بالنسبه للثلاث اقسام. اقل قسم فيهم من حيث السعر هو رياض اطفال، اعلى منه شويه الانجليش، اعلى منه شويه في المبلغ هو السبيشال نيد، والاعلى فيهم هو المونسوري. ده بالنسبه للرينج. السبيشال نيد والمونسوري تقريبا نفس رينج الاسعار واحد. قبلها معرفش هي ايه في كل الكليات، كل سنه بتختلف عن السنه اللي قبلها، ولكن اللي اعرفه واثقه منه جدا ان رياض اطفال هو بيعتبر اقل حاجه فيهم، لانه الدراسه فيه بتبقى بالعربي وبيبقى فيه العدد كبير جدا، فعشان كده هم بيقللوا المبلغ، مش علشان هو قسم قليل، لا بالعكس، هو عشان بيبقى فيه بيدخلوا عدد كبير جدا من الناس، فهم بيبقى الرينج الاسعار بتاعته قليله. انما بقيه الاقسام فهي عشان بالنسبه لنا اقسام مميزه شويه، بتبقى الدراسه فيها يعني مختلفه عن الاقسام الثانيه، فعشان كده بتبقى اعلى في الاسعار. بس رابع حاجه واللي اتسالت عنها كتير جدا 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 هي المقابله الشخصيه. المقابله الشخصيه هي عباره عن مقابله بتتعمل بعد ما انت بتكتبي التنسيق بتاعك وبتنزل في الكليه، وهنزل لكم الفيديو الجاي على طول ايه هي المقابله الشخصيه وايه التفاصيل بتاعتها وازاي اتقبل فيها والكليه بتاخد من كام. وباي باي.